السلام عليكم أعزائنا المتابعين. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأننا نرحب بمبادرة العراق لاحتجاز عناصر داعش في منشآت أمنية على أراضيه، وأن الإرهابيين غير العراقيين سوف يبقون في العراق مؤقتا. نحث الدول على إعادة مواطنيها المحتجزين في سجون داعش لمحاكمتهم، وأن مبادرة العراق لاستقبال عناصر تنظيم الدولة أو ما يسمى بداعش جريئة لضمان عدم تجوالهم بحرية في منطقة الشرق الأوسط، والعراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد داعش لجميع البلدان. ومع العلم أعزائنا المتابعين بأن العراق قد بنى سور فاصل بينه وبين سوريا على الحدود، ومع ذلك قامت أمريكا في نقل عناصر هؤلاء الإرهابيون بالطائرات إلى العراق. إذا ما هي فائدة بناء هذا السور؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة.